بص يا سيدي، الحكاية بتبدأ في ليلة شتاء. الهوا كان بيصفر فيها كأنه صوت حد بيعيط. ده شاب مصور فوتوغرافي قرر إنه يعمل فوتو سيشن في منطقة مهجورة على النيل بعيد عن زحمة القاهرة. كان بيدور على مكان غريب يصور فيه، وفجأة لمح مركب خشب قديمة شكلها متهالك جدا مركونة في حتة ضلمة، والمية حواليها هادية بشكل مريب. ياسين من غير تفكير على الموبايل بتاعه وبدأ يصور فيديو للستوري بتاعته، وطلع على المركب. أول ما رجله لمست الخشب حس ببرودة غير طبيعية، مع إننا كنا في شهر أغسطس. دخل جوه كابينة المركب، لقى فرش قديم وكتب مرصوصة وريحة بخور قديم مكتوم. وفجأة الباب بتاع الكابينة قفل لوحده. ياسين اتخض وحاول يفتح الباب، لكنه كان مقفول بقفل حديد من بره. بدأ يسمع صوت خبط منتظم جاي من تحت أرضية المركب، زي ما يكون حد بيحاول يكسر الخشب من تحت المية. ياسين مسك الكشاف بتاع الموبايل وبدأ يوجهه ناحية الأرضية، ولما شال حتة موكيت قديمة لقى فتحة صغيرة بتطل على جوف المركب. بص بتركيز وقلبه كان بيدق في ودانه. شاف إيدين بشرية لونها شاحب جدا طلع من المية ومتمسكة ببدن المركب جوه. مش إيد واحدة، دول عشرات الإيدين، وكأن في ناس محبوسة تحت المية بقالها سنين. وفجأة سمع صوت راجل عجوز بيهمس في ودنه من وراه: انت جيت في الوقت الغلط. المركب دي ما بتاخدش ركاب، دي بتاخد أرواح. ياسين لف وراه بسرعة، ملقاش حد، بس لقى قدامه مراية قديمة كانت معلقة على الحيطة. بص فيها فملقاش انعكاس وشه. لقى نفسه واقف وسط مية النيل، وجسمه بدأ يختفي تدريجيا، والمراكب اللي حواليه مش في النيل، ده هو وسط مقبرة مائية. ياسين وقع على الأرض مغمى عليه، ولما فاق لقى نفسه مرمي على شط النيل الصبح، والناس حواليه بتسأله إيه اللي جابه هنا. المريب بقى مش إنه نسي اللي حصل، المريب إنه لما فتح الموبايل يشوف الفيديو اللي صوره، لقى الفيديو عبارة عن ساعة كاملة من تصوير السواد، بس في الدقيقة الأخيرة ظهر صوت حد بيصرخ بصوته هو وبيقول: أنا لسه جوه، ساعدوني. من يومها وياسين ما بيعرفش ينام، وكل ما يقرب من النيل بالليل بيسمع نفس صوت الخبط اللي سمعه على المركب، وبيحس إن في حد بيمسك رجله وبيحاول يسحبه لتحت. هل يا ترى ياسين رجع فعلا؟ ولا اللي رجع ده كان حاجة تانية؟